ناديك ولا تروح لحالك دغري؟ يلا طب محمد عبد الله فرح جلود. كم عمرك؟ كم عمرك؟ 7 سنوات. 7 سنوات. طيب احتاج تطلع في هذا علم الجزائر، احمل لك اياه انا؟ ارفعه عاليا. أي. احتاج حتسمع السؤال تنظر الى الجمهور حتى تبهره، فقد تكون الفائز. اذا نطلب من الدكتور سلطان العميمي توجيه سؤال لمحمد عبد الله فرح جلود. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لقد أضفتم وبنيتم صرحا ثقافيا رائدا يضاف إلى الصروح الثقافية في دولة الإمارات، في هذا البلد المعطاء، وفي العالم العربي وفي العالم أجمع. سؤالي لك يا ابني، لماذا تقرأ؟ وما الذي يدفعك للقراءة وأنت ما شاء الله في هذا العمر المبكر جدا؟ أقرأ لأتعلم، وأنا تلميذ أحب القراءة كثيرا، لأن القراءة ضرورية لحياتي الفكرية كالطعام الذي آكل والماء الذي أشرب والهواء الذي أتنفس. إنها غذاء العقل والفكر، وهي فريضة إسلامية وليست من الكماليات كما قال الأديب عباس محمود العقاد. ولأن القراءة هي مقياس الحكم على الشعوب، ولذلك عندما سئل الفيلسوف اليوناني أرسطوطاليس كيف تحكم على إنسان، قال أسأله كم كتابا يقرأ وماذا يقرأ. والشيء الذي يدفعني إلى القراءة هو حلم المقدس الذي لا يمكن تحقيقه إلا بالقراءة، وهو أن أصير عالما كبيرا كأمثال الشيخ عبد الحميد بن باديس والشيخ محمد بن إدريس الشافعي والشيخ محمد بن إسماعيل البخاري وغيرهم من العلماء. حبيبي حبيبي. تمنيته لو أنه ابني. ما شاء الله عليك، حاسبهم 59 ثانية. لديكم الآن دقيقة واحدة لنصوت، ولجنة التحكيم ستقيم الإجابات خلال دقيقة واحدة. لا يوجد خاسر بينكم، كلكم فايزين، كلكم. الأرقام طبعا موجود، رؤى 1 وولاء بقالي 2، محمد فرح 3. لديكم الجهاز للتصويت. الشيخ محمد صوت. الشيخ حمدان يصوت. في أعصاب ولا لا؟ قارئ ولا بيان نصف دقيقة. أنا حاسس الكل حسم أمره. طبعا هؤلاء فازوا ب80% من العلامات سابقا. أوريدي. مصطفى أنت صوت؟ صوت؟ أنا صوت بقلبي. بقلبك خلاص. ما بيحق لي أصوت. خارج النص. بيان اللي يفوز راح نزقف له، واللي ما في خاسر، كلياتنا فائزين. إذا انتهى الوقت انتهى، وبعد لحظات سيأتينا الجواب. من هو؟ وصلتم إلى قرار؟ وصلوا إلى قرار. سنعرف من هو الفائز. لسه في مداولات. أي صف أنت؟ أول ابتدائي. يعني تكون جامعة أنت، مش أول ابتدائي. ما شاء الله عليك. والله عباس محمود العقاد لازم فورا على الجامعة.